أنا معايا على الهاتف الكابتن محمد وهبة المدير الفني للنادي الإسماعيلي من تونس ليحدثنا عن هذه النتيجة لمباراة اليوم، والحقيقة ما كانتش متوقعة على الإطلاق. كابتن وهبة مساء الخير. ازيك يا كابتن؟ الحقيقة أن كنا متصورين إنه الإسماعيلي هيكون أفضل في مباراة اليوم، تفسيرك إيه للنتيجة اللي قالت ليها مباراة اليوم رغم إن الفرق المستوى أو النتيجة لا تعبر طبعا عن فرق المستوى بين الفريقين يعني؟ والله انا هبدا لحضرتك الاول بالحاله الفنيه الاساسيه عشان الناس مدركه الوضع ايه. احنا عملنا بتاعتنا. كابتن وهبة ارجوك تعلي صوتك شويه لان الصوت بعيد قوي. حاضر. احنا تقريبا عملنا كده كويس. اتفضل يا كابتن. تقريبا عملنا تعتيم اعلامي على الثلاث اربع ايام اللي فاتوا ان احنا جايين تونس معانا 14 لعيب. 14 لعيب بس؟ 14 لعيب واثنين مصابين وواحد جالنا بعدها بيومين وثلاث حراس، لكن الفرقه عدد لاعبتها كان 14 لعيب فقط وحمص ومودي مصابين. ال 14 دول فيهم 4 راس حربه. تخيل ان القائمه الافريقيه بتاعت النادي الاسماعيلي فيها العدد ده من اللاعبين، يعني انت لا تملك حريه اختيار تشكيل. طب فين بقيه اللعيبه يا كابتن؟ ازاي فيها العدد ده؟ يعني انت عندك في القائمه 7 مصابين. كام مصابين؟ سوليه موقوف. كام مصابين يا كابتن وهبه؟ 7. 7 مصابين. 7 والسبعه فيهم 4 أو 5 عندهم مزق. تمام. معنى كده ان في حاجه غلط في الفترات اللي فاتت كلها محمله على الناس دي. تمام. الاصابه ما هياش كدمه، ما هياش كلها حاجات في العضله. محمود عبد العزيز جاله غضروف او اشتباه في غضروف. نعم. الاربعه 2 بكرات و2 باك ليفت، الاربعه عندهم مزق. احمد الجمل، مهاب، المودي، كريم مسعد، ادي 5. والسوليه مصاب، السوليه موقوف، حمص عنده شد في العضله، مودي عنده مزق. تخيل حضرتك فرقه فيها كم دم من الاصابات. 3 من في الملعب النهارده عندهم 18 سنه. بيلعبوا فرقه زي دي، ورغم ذلك الاخطاء اللي دخلت فينا الجوال دي اخطاء ساذجه ما ينفعش تخش في النادي الاسماعيلي. في الجول اللي هو الفاول يا كابتن اللي عدى الحيطه ده غريب جدا. بالظبط. والجول اللي هو حتى الجول الثاني الكره عرضيه والباك والفيرود واقف لوحده ما فيش اي رقابه. الثاني والثالث جولين من جوه السته. والثالث بالظبط كورنر عادي جدا ما اعرفش يعني. بالظبط في اخطاء ما ينفعش تدخل فرقه النادي الاسماعيلي ولا في مستوى ده. تفسر ده بايه؟ حتى لو عندك غيابات يا كابتن، حتى كل الكلام ده، لكن في عندك برضو اعمده رئيسيه في الملعب تقيله، برضو النتيجه ما تبقاش 3 يا كابتن وهبه. كويس انا ماشي مع حضرتك خطوه خطوه. انا ما بوركش حد. نعم. فرقه انا تقريبا بقى اسبوعين، لو ربنا كرمنا في ماتش بروجيت انا ما طلعتش قلت ان انا اللي عملت حاجه في الماتش، لان ده الفرقه مفيش مدرب ليه بصمه على فرقه لما بعد فتره معينه، صح؟ مظبوط. ده كلام واقعي. عايز تقول لي برضو ان اللي حصل النهارده نتاج برضو الفتره اللي فاتت؟ لا هي محصله. يعني انت زي ما قلت ان الفوز على بتروجيت كان المفروض ينسب للجهاز اللي فات، فانت برضو الهزيمه النهارده تنسب للجهاز اللي فات. هي انا دي ممكن ما اقولهاش، انا ممكن اقول الفوز ينسب للجهاز اللي فات، لكن الهزيمه ما اقدرش اقول كده، لان انا الحمد لله عندي الشجاعه ان انا اتحمل المسؤوليه. نعم. لكن انا بستعرض مع حضرتك موقف. نعم. الموقف ده بس الكلام معناه كده ان حضرتك ما لحقتش لسه تلم الفرقه وتبني الفرقه. ما هو تخيل حضرتك ان احنا لعبنا يوم 7 في الجونه، رجعنا يوم 13 بنلعب في السويس. نعم. يوم 19 بنلعب في تونس. نعم. يعني الزمن التدريبي في خلال ال 12 يوم دولت ما يكملش يمكن ساعتين تدريب. طب كابتن وهبه، طب حضرتك شايف ان الامور كده بقت صعبه جدا في مباراه العوده؟ هو من جهه صعبه فيها صعبه، لكن الكوره وارد فيها كل حاجه، لكن المشكله ايه المستجدات اللي تحصل عليا انا؟ ايه بقى هلعب كمان اسبوعين فيهم ماتشين دوري. يعني هلعب يوم 23. تخيل انا بكره مثلا هرجع، الطياره بيقولوا اتاخرت 5 ساعات، يعني هرجع بالليل. نعم. هقعد يوم في اسماعيليه رايح 21 و22 وتلعب 23. بالظبط. وانا بكره بدل ما اوصل القاهره الساعه 6 نعم المغرب، الطياره اتاخرت 5 ساعات على كلامهم ان احنا ممكن نوصل 11 بالليل. نعم. هرجع العب يوم 23 في مصر في القاهره. وبعدين يوم 27 العب في الغردقه تاني. طب يا جماعه ازاي؟ طب يعني انا مش فاهم. هو ماتش العوده ميعاده كام يا كابتن وهب؟ يوم 31 او 1 أو 2. طب هل انت المصابين حد هيلحق ماتش العوده ان شاء الله؟ ولا برضه هتبقى الامور صعبه؟ لسه كل ده في العلاج، ولما ربنا يسهل وارجع بالسلامه تبقى الدنيا بانت عندي مين يقدر مين ما يقدرش. وبعدين المشكله
يعني حضرتك عارف كويس ان الاصابه في عضله حتى عشان يرجع عايز يجهز بدني. مظبوط. فالقصه صعبه جدا، وانا كل اللي قبل ما اسافر حتى ما اقدرش اقول الكلام ده عشان الناس في تونس ما تبقاش عارفه ان الاسماعيلي جايب العدد ده، لكن ده الحقيقي. المسؤولين في ومين اللعيب اللي جالك بعد يومين ثلاثه ده يا كابتن وهبي؟ محمد حامد ميدو. ليه بقى جه بعد يومين؟ مشكله في الجيش. وزيد تخيل حضرتك كمان ان محمد حامد ميدو بقى له اكتر من شهرين ثلاثه ما بيخش التشكيل اساسا. عصام علي بيلعب النهارده في يمين، بقى له ماتشين ثلاثه بره التشكيل. شريف رجب بره التشكيل. الوقت 3 ولاد عندهم 18 سنه بيلعبوا باك رايت. بس انت بقى مشكلتك ان عندك نقص عددي فاضطريت انك تدفع بيهم طبعا. بالظبط. انا ما عنديش باك رايت ملاعب هاف لاعبه باك رايت، ما عنديش باك ليفت ملاعب محمود حمد باك ليفت. محمود متولي بيلعب ليبرو ملاعب وقف ديفندر جنب خيري. نعم. طب رغم كل بيلعب فرود ملاعب وقف ليفت. طب رغم كل الظروف دي يا كابتن وهبي بس انت قبل المباراه كنت متخيل النتيجه توصل كده؟ استحاله، لان الاخطاء اللي دخلت فينا. انا بقول النهارده الولاد حتى صبحي جاي بيعتذر. يعني صبحي لو 50% من فورمته هيطلع جوه في الكور دي كلها وخلاص ارتحنا. تفسيرك ايه برضو انا ما شفتش الفرق؟ تفسيرك ان الفورمه غايبه برضو يا كابتن وهبي؟ نعم. تفسيرك ايه ان الفورمه اللي حضرتك بتتكلم عنها عن اللاعبين دي غايبه في الوقت ده؟ ممكن يكون كثره مباريات، ممكن تكون اغلاط. على فكره كابتن محمد انا اقول لحضرتك على حاجه برضك عشان انا ما ببررش. لان انا يمكن حضرتك كنت حاضر حلقه قبل كده وكنت عارف ان انا كنت مرشح اكون مدير فني في بدايه السنه. تمام. فاكر حضرتك؟ فاكر طبعا. وانا اعتذرت لان انا عرفت ان الامكانيات بتاعت النادي الاسماعيلي لا تسمح ببناء الفرقه اللي هي تليق باسم النادي الاسماعيلي. تمام. لكن في الوقت ده انا بمسك امر واقع، بتعامل مع ظروف ومعطيات قدامي انا بعملها واجب ليا جوه النادي الاسماعيلي. لكن انا لو فكرت 1% ان انا يعتبر على الساحه ما هواش اسمي يحميني، ما عنديش الرصيد اللي يحميني كمدير فني. مظبوط. لكن انا بعملها اخلاصا وحب النادي الاسماعيلي. ايوه بس خد بالك على الوضع الحالي. الاخلاص والحب ده ممكن يخلص على طموحك او الحمد لله مش هيخلص على طموحي لسبب ان انا مسكت الفرقه وهي ماشيه في اسوء حالاتها. والراي العام كله عارف ان الاسماعيلي كان شكله مش فورمه ومش جاي ليش رسمي. فانا بمسكها واجب، بعمل واجب بأديه. انا الحمد لله رب العالمين بعمله وانا مش مستني، بدليل ان انا ما رحتش اشتغلت في الاسماعيلي. لو قلت اخد كام ولا هشتغل قد ايه، لو بكره جو مدير فني انا ما عنديش ادنى مشكله. نعم يا كابتن. نعم. لكن انا بعملها واجب. لكن الظروف اللي انا بقولها لحضرتك دي ما هياش مبررات خالص. لكن يمكن دي معطيات ما بقولها لحضرتك الصوره اوضح. حتى الراي العام يبقى عارف النادي الاسماعيلي. تخيل حضرتك نادي بحجم النادي الاسماعيلي بيروح يلعب في تونس في افريقيا معاه 14 لعيب من ضمنهم 4 بيلعبوا في نفس لا دي كارثه دي يا كابتن. دي كارثه كارثه طبعا. بالظبط كده. لازم حضرتك لخصت الكلام. انا عايز النهارده مثلا في استوديو مخصوص معمول علينا. طب ليه؟ يعرفوا الوضع ايه؟ يعرفوا ظروف النادي الاسماعيلي. وانا اتحدى لو حد فيهم جه كان رضا يمسك النادي الاسماعيلي الفتره دي. نعم. صح. طب كابتن وهبي يعني هم بيقولوا ان الكابتن صبري المنياوي اللي كان بيحلل المباراه فيعني واضح انك تقصده يعني. لا ما اقصدوش. انا ما اقصدوش هو لوحده، والاستوديو كله كان فيه كابتن فاروق جعفر وكان فيه كابتن صبري. وكاميرتين معاهم هيثم. انا اقصد الاستوديو او اي استوديو يا كابتن محمد. نعم. انا بتكلم بصفه عامه. اعرفوا ملابسات الموقف ايه. وكابتن صبري مفترض ان هو كمان اكتر حد ملم بالظبط. انا قلت بمعلومات عن الفريق يعني. بالظبط كده. قلت له انت المفروض راجل سايب الفرقه من اسبوعين. فصعب جدا انك تيجي تحلف الاستوديو رقم 1 بعد اسبوعين تيجي تحدد فرقتك. ده رقم 1 ده مش طبيعي. رقم 2 ان انت اشرح للي موجودين جنبك اللي هم مش متابعين لموقف النادي الاسماعيلي. ممكن يكونوا مش مهتمين، ممكن يكونوا ظروف تحليلهم في الماتشات اللي فاتت مش النادي الاسماعيلي تحت عليهم. فما عندهمش الامكانيه انهم يقروا كل الابعاد بتاعت الموقف. فانت اشرحه ووصل لهم. اعرف يعني ايه 14 لعيب. قول لهم ان في 4 راس حربه وفي 10 في الفرقه فيهم 3 18 سنه. فالمفروض ان هو لو ما وصلش الصوره صح يعتذر وما يروحش حل الاساس. واكيد لو المحللين يعرفوا المعلومات دي اكيد على الاقل حتى في قسوتهم في التحليل. ده اللي انا اقصده. فانا كنت طالب من الكابتن صبري ان يوصل للكابتن فاروق، يوصل للكابتن هيثم ان النادي الاسماعيلي نحاول نكلم كابتن صبري. ده مش تقليل منك يا كابتن صبري.
ولا على فكره يا كابتن محمد، انا خرجت ماتش بتروجيت اول نعم. حاجه قلتها نعم ده مش مكسبنا، لان انا مش ماسك عصا سحريه ان في يوم وليله هعمل بصمه على الفرقه بالاسلوب ده. نعم فانا المكسب اللي بنسيبه للكابتن صبري برضك نعم. بنسب الاجهاد والارهاق واللي انا فيه ده كله نفس الكابتن صبري وجهاز. مظبوط. فانا بحترم الناس وبقدرهم، في نفس الوقت في ظروف لازم يوضحوها الراي العام. كابتن صبري تعالى وانت مسؤول تقول 1 2 3 4. صح ولا مش صح؟ مظبوط يا كابتن وهبه، مظبوط. بس مظبوط. لكن انا ما عنديش مشكله والله يا كابتن محمد، يعني انا هغلط وهغلط عشان اتعلم لازم اكبر واتغلط، لكن لما اكون في حاجه انا املك اخد قرار فيها وعندي اختيارات. طب كابتن وهبه خلي حضرتك معايا برضو عشان نوصل عتابك للكابتن صبري. كابتن صبري مساء الخير. الله يخليك، ازيك يا كابتن شباب؟ الله يكرمك كابتن صبري. معايا كابتن محمد وهبه على التليفون من تونس، وهو بيعتب عليكم في الاستوديو التحليلي انه لا هو ما يقولش عليكم يا كابتن. نعم هو ما يقولش عليكم. ما يقولش ايه يا كابتن؟ ما يعتبش، ما يقولش انا بعتب عليكم، او حضرتك ما تقولش انا بعتب عليكم. هو ليه العتاب يا كابتن بين الاحبه واجب وجائز؟ مش قصدي يا كابتن، انا كان في كلام. نعم. كابتن فاروق جعفر ليه راي، وكابتن هيثم ليه راي، كابتن كريم ليه راي، نعم. وكابتن صبري المنياوي ليه راي. تمام. فهو ما يعرف صبري المنياوي قال ايه. انا ما اتكلمتش في اي حاجه، لان ده موضوع شائك جدا، ان انا لسه المدير الفني بتاع نادي الاسماعيلي ولسه ماشي. تمام. انا ما اتكلمتش على اي حاجه. كل اللي اتكلمت عليه قلت له يا محمد انا بقول لك هارد لك وهدي نفسك وهدي اللعيبه بتاعتك واستعد للماتش اللي جاي ان شاء الله. وانا ما عنديش ابدا اي شك ان ممكن ان احنا نكسب 3-0 ويحصل ضربات جزاء او يحصل كده يعني. نعم. بس هو يقصد انه كان في ظروف. ايه العتاب اللي عايز يقوله على صبري المنياوي؟ لا هو يقصد ان كان في ظروف، يمكن حضرتك يعني ما قلتهاش في الاستوديو، توضحها للموجودين، انه كان معاه 4 رؤوس حربه وكان معاه بس 14 لاعب بس. هو هناك كان في 3 ناشئين وفي 7 مصابين وعنده 3 ناشئين دول يا كابتن شبانه لعبوا معايا في مدغشقر في ماتش في منتهى الصعوبه، ولعبوا معايا في السودان في ماتش في منتهى الصعوبه، ولعبوا معانا في الدوري في ماتش في منتهى الصعوبه. نعم. ايه ال3 ناشئين؟ محمود متولي ومحمد شريف ومحمود حمد بيلعبوا معانا بقالهم 3 شهور ولا 4 شهور. نعم. نعم. يعني ايه العتاب اللي انا اقدر، يعني ايه المبررات اللي انا اطلعها لمحمد وهبه؟ نعم. انا اللي حطيت التشكيل ده، انا اللي حطيت التشكيل بتاع النهارده. ما هو كان اضطراري يا يعني كابتن صبري. التشكيل كان اضطراري لان كان عنده 7 مصابين. انا ماليش دعوه بالتشكيل ولا ليا دعوه بالكلام ده خالص. لا ما حضرتك هو ما يتكلمش عن النت ويقول لك ان انا طلعت قلت ان انا يعني قلت على الجهاز الفني السابق في ماتش بتروجيت ان هو ده شغله، وبعدين النهارده شغله ثاني. لا النهارده مش شغلي ولا ماتش بتروجيت شغلي، لان انا متعادل 4 ماتشات تمام قبل نعم. الماتش اللي هو تعادل فيه والماتش اللي بعدين كده. انا متعادل لان انا عندي لعيبه كتيره جدا، وعلى راسهم عمر جمال نجم النادي. نعم. ما كانش بيلعب معايا في ال5 ماتشات. نعم. تمام. ولا ما بتكلمش صبري من يوم ما بيتكلمش لا على نجاح ولا على رسوب. طب احنا كابتن صبري انا الكابتن وهبه معايا على التليفون دلوقتي وسامعك من تونس. ما انا بسمعه. هل حضرتك حابب تقول له كلمه بقى؟ يعني ثانيه واحده، هل اعتبر ان ده يعني شحن بينكم او خلاف بينكم، ولا اعتبر ده عتاب الاحبه وحضرتك تقول له كلمه وهو يقول لك كلمه عشان في الاخر فريق الكوره يركز ويبقى النادي؟ نعم اتفضل يا كابتن. انا يعني المفروض ما كنتش اروح النهارده اتكلم يعني. تمام. لما كريم بيكلمني قلت له انا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي دي. قال لي انا عارف ان يعني الموقف بتاعك حساس، وراح ناقل على الكابتن فاروق. قال لي الكابتن فاروق بيتكلم براحته والكابتن هيثم بيتكلم براحته، وانا بتكلم في حدود المعقول جدا. يعني انا في حدود الماتش اللي انا بقوله اللي انا شايفه. يعني انت حضرتك بتقول ان ما كانش المفروض، انت بتعترف ان ما كانش المفروض تروح تحلل الماتش النهارده. انا ما علقتش لا على كذا ولا على كذا ولا كذا. انا عمري ما اتكلمت ان في لعيب ناقص من فرقه من الفرقه، طب او في ظروف كذا او في ظروف كذا. طب انا بس عشان افك الاشتباك ده يا كابتن صبري، عشان افك هذا الاشتباك، كابتن وهبه معايا على التليفون. طب انا كابتن وهبه معايا على التليفون، يعني هو عايزك انت تكلمه بقى تقول له ايه؟ يعني هعتبر كلامك دلوقتي ليه هو مش ليا، تقول له ايه؟ طبعا انا زعلان منه جدا، لان انا جاي باخد من يعني بساعده وبكلمه كويس عشان في ماتش تاني، وعادي جدا ان هو ممكن يكسب 3. ايه المشكله؟
نعم. فانا يعني ما يتكلمش عليا كده بالشكل ده. طب كابتن وهبه تقول ايه للكابتن صبري برضه عشان خاطر لو في اي حاجه في النفوس نقدر نخرجها دلوقتي والموضوع ينتهي عشان في الاخر الفرقه تركز والنادي يركز. كابتن شبانه اتفضل يا كابتن وهبه. ما فيهوش اي حاجه. انا كلمت كابتن صبري وقلت له انت اقرب واحد تشرح الملابسات. نعم. الكلام ده ما فيش اي حاجه فيه تمس كابتن صبري. نعم صح. انا اتكلمت انا كل اللي قلته له يا كابتن صبري انت في الاستوديو فانت اكتر واحد وادرى واحد بالفرقه تعرف تشرح لهم الاسامي دي تعمل ايه. طب هو الكابتن صبري يا كابتن وهبه بيقول لك ان هو ما حللش ما اتكلم بقدر الامكان كان ساكت. ما هو كابتن صبري في الاستوديو رايح ليه؟ ما راح يحلل. طب اشرح للناس حلل لهم ايه. ثانيه واحده يا كابتن صبري هديك فرصه حالا. ثانيه واحده. ايه ملابسات وايه موقف النادي الاسماعيلي وايه الاسامي دي اللي بيتكلم عليها كابتن صبري. صح الاسامي دي في النادي الاسماعيلي موجوده. محمود حمد، محمد شريف، محمود متولي، ده كلام سليم موجودين في النادي الاسماعيلي. لكن محمد شريف عمره لعب باك رايت. محمود حمد كان بيلعب هاف او باك يمين. محمد شريف بيلعب باك هاف يمين. محمود متولي بيلعب ليبرو. نعم. انا النهارده بشرح موقف المفروض ان الكابتن صبري يطلع وهو بيتكلم في الاستوديو يقول يا جماعه النادي الاسماعيلي لعبته ال 14 دولت وضعهم 1 2 3 4. ده انا كلامي واضح مفيش فيه لا حاجه تمس كابتن صبري ولا حاجه فيها عتاب عليه ولا حاجه فيها تقصير انا قلت انه عمله. انا بقول هو ادرى واحد بالفرقه بالمباريات بالاسماء بالامكانيات يقول فعلا موقف ده 1 2 3 4. تمام يا كابتن وهبه رسالتك وصلت. كابتن صبري اتفضل. يا كابتن شبانه. نعم يا كابتن اتفضل. انا راجل مش بتاع كلام. انا اشتغلت 12 شهر زي ما جيت واتكلمت مع حضرتك في الاستوديو بتاعك. تمام. انت سمعت انا قلت انجازات لينا ولا كلام ولا انا ما بتكلمش. انا مش بتاع كلام. نعم. انا راجل بتاع شغل وانا مش بتاع الحواديت دي. انا وقفت معاه واتكلمت بما يرضي الله ورسوله مع الكابتن كريم دلوقتي. انت فاهم؟ نعم. ولقيت كلام منشور على النت كلام تاني خالص يعني. نعم. عيب الكلام ده. انا يعني لا انا مسؤول عن ماتش بتروجيت اللي كسبه ولا الماتش النهارده اللي خسره لان انا متعادل 4 ماتشات ولا 5 ماتشات بالظبط. 5 ماتشات عمر جمال ما لعبش معايا فيهم. تمام. اتعادلت والظروف كانت صعبه وسامع عفاضين مش موجود واحمد علي مش موجود واحمد خيري في الجزائر ما كانش موجود. نعم. احمد خيري اول ما وصلنا الجزائر بنلاقي الشباب بالاستاد دخل السرير ما طلعش الا هنا على المستشفى. نعم. انا ما ولا اتكلمت ولا قلت احمد خيري ولا فلان ولا انا مش بتاع كلام يا كابتن شبانه. انا الحمد لله. طب كابتن صبري احنا عايزين نهدي يعني الموضوع. هو محمد عيب. انا بتكلم معاه اتكلمت معاه قلت له يا محمد انا عايز اتكلم. انا اللي طلبت المداخله من الكابتن كريم شحات. قلت له يا محمد انت هدي نفسك وهدي لعيبتك. قال لي لعيبتي هاديه. طب انت حر ماشي هدي نفسك وهدي لعيبتك وان شاء الله تعوضوا في الماتش اللي جاي وركز في الماتش اللي جاي. سيبك من اللي ورا ارمي ده ورا ظهرك. الكلام ده فيه حاجه يا كابتن شبانه؟ لا خالص. كابتن وهبه انت حضرتك يعني كنت متضايق في تونس وقال له الحق صبري وفاروق وكريم وهيثم بيقطعوا فيك يقول له انا قلت ايه بس قبل ما يتكلم. لا انا كلامي واضح مفيش فيه اي حاجه لا بيقطعوا ولا تفرق معايا تقطيع اي حد لان في مصر كلها معروفه كل واحد فيهم تاريخه ايه. لا في حد واخد كاس العالم ولا في حد مكسر مصر بطولات. نعم. مع احترامي لكل الناس لكن القصه كلها اللي انا بقول يشرح الوضع ايه. الكابتن صبري الوحيد اللي داخل يا كابتن وهبه انا مش وعارف الملابسات ايه هي. يا كابتن وهبه بس انا مش المحامي بتاعك بعد اذنك. انا راجل انا مش عايزك تكون المحامي بتاعي لا انت ولا غيرك. انا كل ما في الموضوع بقول لي طالما انت كنت في النادي الاسماعيلي انت عارف مين بيلعب ومين مصاب. فالمفروض ان انت واثق لما انت في النادي الاسماعيلي وناس مني قصتك انك وانت في الاستوديو تقول يا جماعه ال 14 دول وضعهم 1 2 3 4. بس ده انا اللي اقصده. الكلام ده ما افتكرش ان هو ممكن يمسك في اي شيء. عموما كابتن وهبه وكابتن صبري انا يعني بقدر الامكان نرجو انه الامور يعني ما تتصاعدش وانتم في النهايه ابناء نادي واحد وهدفكم واحد هو الارتقاء بفريق الاسماعيلي واعادته ان شاء الله لمنصات التتويج في البطولات المختلفه. يعني حتى لو حد حصل له مشكله جوه النادي او كده لكن في النهايه المصلحه العامه بتقول ان احنا نهدي الامور في الوقت الحالي وان شاء الله
تبقى كابتن صبري اكيد يا كابتن وهبه يبقى داعم ليك باذن الله في الفتره المقبله سواء على الشاشات او خارج الشاشات. بشكركم شكرا جزيلا كابتن صبري المنياوي وايضا الكابتن محمد وهبه. طبعا نادي الاسماعيلي نادي كبير، لما بيخسر خساره ثقيله زي دي بتبقى مشكله لجماهيره ومشكله داخل النادي.